الإمام الشافعي كان بيقول العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيها كله. المشكلة الحقيقية هي إن عقلنا بقى متعود على التشتت. اتعلم تقول لا. ازاي بقى نبقى أشخاص ديب وركر أو ناس بتركز أكتر في شغلها؟ السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وقادرين يا رب كلنا نواجه الحياة. النهارده تاني فيديو من سلسلة ملخصات فيها الكتب اللي بقول لكم فيها كتاب من منظوري الشخصي، وخليناها كل يوم سبت. وبفكر كده نعمل لنا جملة لذيذة سوا، نقول مثلا إيه؟ كل يوم سبت كتاب جديد من منظور نهولة الفريد. والله حلو. واقترحوا عليا جمل تانية ممكن ان احنا نعملها عشان تبقى فاني كده للسلسلة دي برضو. المهم، كتاب النهاردة من اهم الكتب اللي فعلا الكتاب ده انا بشوف ان احنا لو طبقناه او بشوف ان احنا يعني استفدنا منه فعلا هنقدر ان احنا نتحول للناس الناجحة في الحياة فعلا. كم مرة، بس خليني الأول بس أسألكوا سؤال، كم مرة كنت قاعد بتقرأ حاجة أو قاعد بتذاكر أو قاعد بتشتغل وفجأة لقيت نفسك بتتفرج على القطط اللي بتلعب بيانو على تيك توك، أو لقيت نفسك عدى 5-6 ساعات من التاسك اللي المفروض تخلص في نص ساعة؟ كم مرة حصلت لك؟ على طول بتحصل لنا. تحديدا اللي هنناقشه في كتابنا النهاردة كتاب ديب وورك، الكتاب العظيم والأشهر للكاتب كال نيوبورت، واللي بيتكلم فيه عن ان انت لو عايز تنجح فعلا لازم تشتغل بعمق اكتر وتبعد تماما عن المشتتات حتى مهما كان الثمن اللي انت هتدفعه. هو العمل العميق او الديب وورك، وايه فرقه عن العمل السطحي، وايه هي التاسكات اللي بتحتاج العمل العميق والتاسكات اللي بتحتاج العمل السطحي او الشال وورك. هل الصرف باين؟ يعني لازم برضه احط لكم كلمتين كده انجليزي 3-4 عشان يبان ان انا بصرف على نفسي وبغذي نفسي باللغه وكده. المهم خلونا في موضوعنا وبعد كده نبقى نفتخر نفسنا بعدين. العمل العميق هو التاسكات اللي بتحتاج منك تركيز كبير، زي مثلا شغلنا كمبرمجين، دي حاجات بتحتاج منك انك تركز تركيز كبير. ازاي بقى بتشتغلوا ان انت بتركز؟ طبعا ازاي ان احنا هنوصل للعمل العميق ده لسه هتيجي النقطه اللي بعدها، ولكن خلونا هنا دلوقتي ايه هو اصلا. ان انت بتشتغل على تاسكات بتركيز كبير، فبالتالي انتاجيتك فيها بتكون احسن وبجوده افضل وفي وقت اقل بكتير، وطبعا بتبعد فيها عن اي مشتتات. عكس الشال وورك او العمل السطحي، هو ان انت بتشتغل على تاسكات مش محتاجه منك تركيز كبير، زي الرد مثلا على الميلز. انت ممكن اصلا تخلي الشات جي بي تي يعملها لك. انك تسكرول على السوشيال ميديا دي برضو مش بتحتاج منك تركيز كبير خالص بقى، يعني هي اصلا بتستهلكك، مش محتاجه منك. يقول لنا ان الناس اللي بيشتغلوا بالديب وورك الناس دي بتقدر ان هي تطلع انتاجيه احسن وبيكسبوا اكتر، وفي نفس الوقت بيبقى عندهم وقت فراغ اكبر بكتير جدا. طب ازاي بقى نبقى اشخاص ديب وركر؟ قبل ما اقولك ازاي نبقى اشخاص ديب وركر، تعالوا اقول لكم امثله من ناس لما يعني كانت بتتبع النظام ده او كانوا ديب وركر وبالتالي حققوا انجازات فظيعه جدا. بيل جيتس مؤسس شركه مايكروسوفت كان بيعمل ايه الشخص ده بقى؟ كان بيروح في اسبوع اسمه اسبوع العزله او اسابيع العزله. كان بيروح في كابينه كده في الغابه وبيقعد بقى مع نفسه ويقعد يفكر ويشتغل وما الى ذلك، من غير اي انترنت ومن غير اي الهاءات بقى تلهيه عن الدنيا وكده. طبعا انت مش محتاج تروح غابه احنا بس عايزين نشيل السوشيال ميديا من حياتنا بس والدنيا هتبقى زي الفل. مؤلفه هاري بوتر جي كي رولينج، الست دي لقيت والله البيت كده متكركب وفيه الهاءات كتير وتلفزيون بقى وحاجات وحركات من دي يعني، فقررت ان هي تروح فندق تخلص فيه التأليف. متخيل بقى لو هي ما كانتش راحت ولا بيل جيتس ما كانش عزل نفسه، ما كانش هيبقى فيه الحاجات اللي احنا فيها دلوقتي، ما كانش هيبقى فيه هاري بوتر يا جماعه. ناس عشاق هاري بوتر، ما كانش هيبقى فيه هاري بوتر لولا الديب وورك. الامام الشافعي كان بيقول العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيها كله. يعني لازم تدي كل وقتك ومجهودك وتكرس حياتك للعلم، بس طبعا يعني مش تكرسها ان انت بمعنى ان انت هتفضل عايش طول حياتك على المذاكره. طبعا التوازن في الحياه احنا اتكلمنا عنه قبل كده. المهم يعني ان انت لازم تاخد الموضوع بجديه اكبر علشان تقدر توصل للنتائج اللي انت عايزها. بقينا نهوله ما بقيناش عارفين نركز. معلش بدلع نفسي يعني، انا مش هدلع نفسي، مين هيدلعني؟ المهم انتوا هتدلعوني برضه. ليه بقى مش بقينا عارفين نركز؟ كال نيوبورت مؤلف الكتاب ده بيقول ان الناس نوعين. ناس مقضيه حياتها على السوشيال ميديا بتستهلك نفسها كتير جدا، بتعمل مليون حاجه في نفس الوقت ولكن بدون انجاز حقيقي، وناس تانيين عندهم حاجه نادره ان هم قادرين يركزوا وينتجوا فعلا. الناس دي بتنتج اكتر وبيكسبوا اكتر
عماله بركز معاكم على حته المكسب دي عشان عارفه ان ظروفنا الماديه ما بقتش قد كده الفتره دي. المهم الناس دي بتنتج اكتر بكتير جدا من الناس دي. طيب ايه الاسباب الحقيقيه؟ يعني عشان نحل المشكله دي ونبقى اشخاص ديب وركر لازم نعرف ايه الاسباب الحقيقيه ما وراء ان احنا مش عارفين فعلا نركز ليه عشان نحلها. عقلنا بقى متعود على التشتت طبعا من ادمان السوشيال ميديا. ريد هاستنج بيقول، مؤسس نتفليكس، بيقول ان المنافس الوحيد ليهم هو النوم. متخيلين؟ يعني الراجل ده بيتحدى النوم، مش بيتحدى بقى اي ان انت قاعد مثلا فازاي ان هو هيشتتك، لا ده بيقول ان المنافس بتاعهم ان هو يشتتك عن تركيزك هو النوم بس. السبب هو ان احنا ما عدناش قادرين نتحمل الملل. انتوا متخيلين ان هم عملوا تجربه، انا مش فاكره يعني التجربه دي انا قراتها فين، بس التجربه ان انت لو قاعد فاضي، يعني فاضي خالص، وقدامك حاجه سلك كهرباء مثلا هيكهربك، لما سابوا واحد من كتر ما هو مش قادر يتحمل الملل راح عشان يكهرب نفسه. متخيلين؟ فاحنا من كتر ما احنا اتعودنا على السوشيال ميديا وتعودنا على الانجازات السريعه قوي، ان احنا يعني ندي دوبامين كده لجسمنا بسرعه، ان احنا نسكرول على السوشيال ميديا، ما بقيناش قادرين نتحمل ملل هيعود علينا بالنفع بعدين. فده طبعا من الاسباب الكبيره. الناس المالتي تاسكينج، انا كنيال بيتقال عليا ان انا حد مالتي تاسك، بس عايزه يعني اوعيكم بس الحاجه، الانسان المالتي تاسك هو بيقدر يعمل اكتر من حاجه خلال يومه، لكن مش ونيهال بتعمل التاسك مثلا بتاعه البرمجه دي او التاسك بتاعه اليوتيوب دي او ايا كان ايه هي التاسك، بتكلم كذا وبتعمل لا انا مركزه معاكم انتوا بس دلوقتي. انا لما بشتغل على حاجه كودينج بكون مركزه بس في الكودينج. لما بشتغل مثلا على حاجه سواء لنفسي او لصحتي او للانجليزي ان انا قويه او ان كان، بكون شغاله بس على التاسك دي واي حاجه تانية معزوله عنها. الناس المالتي تاسكينج او اللي واهمين نفسهم ان هم مالتي تاسكينج اللي بيقدروا يعملوا، يعني انا معرفش ازاي في ناس بتقول ان الست بتقدر تعمل كذا حاجه في نفس الوقت، ده معناها ان الست ما بتنجزش حاجه. يعني انا بحس الناس اللي بيظلمونا وبيقولوا عننا ان احنا مالتي تاسكينج بمعنى ان احنا بنعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت، يعني يقولوا ان احنا بنقدر نركز في اكتر من حاجه، مش نركز نعمل حاجات بسيطه سطحيه، ده العمل السطحي في نفس الوقت مقارنه بالرجاله دي اوكي، انما نركز في اكتر من حاجه في نفس الوقت دي مش الطبيعه البشريه اصلا بتاعتنا. اسمها الست مالتي تاسك بمعنى انها تقدر في يومها خلال يومها ال 24 ساعه، وده اي حد يقدر يعمله، راجل او ست، تقدر انها تعمل اكتر من حاجه. تقدر تبقى ام، تقدر تبقى زوجه، تقدر تبقى ست بتشتغل كذلك. مش ان هي مالتي تاسك بمعنى في نفس التاسك هتقدر تعمل مليون حاجه، انت كده بتظلم نفسك وكده انت عمرك ما هتنجز اي حاجه، راجل بقى او ست. ازاي بقى نبقى اشخاص ديب وركر او ناس بتركز اكتر في شغلها؟ انا هقول لكم على شويه حاجات انا جربتها، خاصه ان انا اشتغلت ريموتلي كذا مره الحمد لله، فطبيعي كان لازم ان انا اقدر اكنترول على التايم بتاعي وكنترول على نفسي وكنترول على تركيزي عشان اقدر اطلع انتاجيه اكبر. المهم اول حاجه نظف البيئه بتاعتك. يعني ايه؟ دايما بقولها لكم علشان نتحدى الكسل اصلا، حاول تكون بتشيل الحاجات الصعبه وتسهل الحاجات اللي انت عايز تعملها. يعني قصدي صعب على نفسك الحاجات اللي انت مش عايز تعملها وسهل على نفسك الحاجات اللي انت عايز تعملها. معنى انا عايزه اقوم اقعد على اللابتوب، صعب النوم بس انا خايفه اكسل وانام، صعب النوم وسهل القعده على اللابتوب، خلي اللابتوب موجود على المكتب وخلي الحاجات جنبه وما الى ذلك. والنوم حط كراتين، حط، والله العظيم بجد انا جات لي فتره كنت بعمل كده عشان اتحدى النوم بتاعي، حط حاجات على السرير علشان انا خلاص انت مش هتعرفي تروحي تنامي، انت عشان تروحي تنامي هتضطري انك تشيلي الحاجات دي الاول ومخك بقى لا يا ستي خلينا قاعدين على اللابتوب، مخك ما بيحبلكش التعب اللحظي ده. طيب برضو عملت الموضوع ده في الصلاه والقران، انا مثلا عايزه اصلي وبعدها على طول اقرا قران، بحط القران قدام السجاده على طول على السرير مثلا او ايا كان، وابعد التليفون بره في الصاله. فانا هتقراي الورد بتاعك ولا هتطلعي بره في الصاله تجيبي التليفون تشوفي النوتيفيكيشن؟ لا، خلينا الاول نقرا المصحف بتاعنا. صعب اللي انت مش عايز تعمله وسهل اللي انت عايز تعمله، ونظف كده البيئه بتاعتك ونظف صحابك، نظف كل حاجه. عايزاك تبقى تعمل لنفسك ريفريش. والله العظيم بجد تحفه واثرت جدا فيا، هي نظام البومودورا بايا كان الوقت بتاعها، سواء بقى 25 دقيقه، انا عارفه ان هي 25 دقيقه بس انا يعني ممكن تبقى 45 دقيقه عادي. المهم يعني اي نظام انت هتتبعه 90 دقيقه 45 دقيقه 25 دقيقه ايا كان النظام اللي انت هتتبعه، بس خلي قدامك تايم واتش تشوف فيها كل شويه الوقت وهو عمال يجري، فانت بتحس ان انت قدامك. هي البومودورا انت عارفين هي حلوه في ايه؟
ان انت بتقول لنفسك والله لو انت عايز تقوم مثلا تعمل اي حاجه في الدنيا، طب بصي احنا لازم دلوقتي احنا منعزلين عن كل التاسكات اللي ورانا دلوقتي يا نهال، احنا ورانا التاسك دي بس حاليا، شيلي من دماغك كل افكار. انتوا عارفين اول ما بقعد والله العظيم بجد، اول ما بقعد مثلا اذاكر يجي لي طب ما تيجي نفتح شركه، ها طب ما تيجي نعمل مش عارفه ايه، بقول لك ايه ده انت جامده قوي في الحاجات كذا وكذا وكذا، ودماغي بقى توديني وتجيبني. من ساعه ما انا بدات استغل الموضوع ده ان انت نهال كل ما ابص للساعه بقى نهال 25 دقيقه دول للتاسك دي، وصدقيني بعدها هنفكر نفتح شركه وهنجيب عربيه وهنجيب شقه. دول النبي يا جماعه اجيب عربيه عشان هو لا من مرمطه في المواصلات. انا مش عارفه اجيب البنزين منين بتاع العربيه لما اجيب عربيه، بس يعني ان شاء الله اجيبها يعني. المهم ان انت طول ما انت قاعد بقى زي ما قلت لكم ببقى مركزه بس في التاسك دي، سواء بقى 25 دقيقه 90 دقيقه 45، اعملوا اللي انتوا عاوزينه. وممكن برضو تعملوا كل ساعه في كذا ابلكيشن ممكن احطه لكم في الديسكربشن، كل ساعه ينبهك ان في ساعه ضاعت من عمرك، فده هيخليك اكتر مدرك للوقت اللي بيعدي من عليك، بدل ما تقعد بعد 5 ساعات ولا حاجه يجيلك وقت ان انت ايه ده انا ضيعت 5 ساعات وانا قاعد لسه على السوشيال ميديا وما خلصتش الحاجات اللي ورايا. النقطه دي والله العظيم بجد كافيه ان هي تغير لك حياتك وتخليك تستغل وقتك اكتر، عشان انا استعملتها وفعلا خلت حياتي تحفه، يعني مش حياتي تحفه، خلت وقت بتاعي منظم اكتر. يعني حاجه احنا محتاجين التركيز بتاعك يبقى في الحاجات اللي محتاجه فعلا تركيز، فقلل القرارات التافهه. انتوا عارفين مثلا بيل جيتس والناس دي كانوا، وصاحب شركه مايكروسوفت قصدي فيسبوك والحاجات دي، كانوا هما دايما بيستعملوا هو تيشرت واحد. عارفين الدحيح حتى هو بيطلع بتيشرت واحد على السوشيال ميديا بتاعته بنشوفه دايما بيه. الناس دي كانوا كل يوم عندهم مليون تيشرت اسود نضاب او كل حاجه في الدنيا، بس ما بيقللوا قرارات في اللبس بتاعهم، مش عايزين يدوا تركيز في اللبس بتاعهم. حاجه اتعلم تقول لا، والموضوع ده بجد مهم قوي. والناس اللي بتعمله هم الناس اللي بيحبوا نفسهم، بيقدروا قيمه وقتهم، فبيقدروا ان هم يخرجوا ده. انا ما كنتش بعرف اعمل الموضوع ده خالص لحد ما بقيت بحب نيال اكتر، مقدره قيمه الوقت اكتر، وعارفه ان وقتي هو ده فعلا انا هتسال عليه، انا هتسال انا دلوقتي بعمل ايه، ووقتي ده عمري فيما افنيته. فبدات احس واقدر اقدر ما علينا قيمه الوقت اكتر، فبالتالي بقيت عارفه احط اولويات، وبقيت عارفه امتى اقول لا وامتى ممكن اسمح للناس دي ياخدوا من وقتي وياخدوا من مجهودي وما الى ذلك. وارن بافت بيقول ان، مش عارفه بقول بافت دي صح ولا غلط بس ما علينا انا عنديها البعض. المهم ان هو بيقول ان الفرق بين الناس الناجحه والناس العظيمه ان الناس العظيمه بتعرف تقول لا للحاجات اللي بتستهلك منها اكتر. رابع حاجه هي نقطه، طبعا انا بقول لكم نقط من الكتاب ونقط من عندي انا مجرباها، فالنقطه الرابعه دي لذيذه موت، هي ان انت تستغل الوقت اللي بين الاوقات، الوقت البيني ده ممكن يغير لك حياتك. الوقت بتاع المواصلات، الوقت اللي انت واقف فيه تستنى مثلا دورك في حاجه، قاعد فيه مستني دورك في العياده مثلا او ايا كان، الوقت ده انت لو استغليته هتبقى حد غير باقي الناس، والله العظيم بجد هتبقى حد مثقف اكتر، هتبقى حد عندك علم بدون مجهود، والله بجد. يعني مثلا انت دلوقتي في المواصلات، انت كده كده راكب المواصلات وكده كده ماشي، بدل الاغاني ممكن تسمع بودكاست. طبعا انا عارفه انتوا سمعتوا الكلام ده قبل كده كتير، بس انا برضو حبيت انوه عنه علشان هو قد ايه حاجه بسيطه دي. يعني بشوف استغلال الوقت البيني ده حاجه بسيطه قوي، بس في نفس الوقت حاجه ممكن تغير لك حياتك كلها بجد، وتغير لك ثقافتك وتخليك حد واعي ومدرك اكتر. مثلا ما انا بتفرج على فيلم دلوقتي ممكن الفيلم ده يخليني مثقفه اكتر، بدل مثلا ما انا كنت بسكرول على السوشيال ميديا وبنشوف القطط اللي بتلعب على البيانو، ممكن ان انا كنت ابقى خبيره مثلا في علم حاجات معينه، وبحاجات بسيطه قوي ممكن ان انا اشيل الناس اللي انا عامل لهم فولو على الانستجرام مثلا او ايا كان، واعمل فولو لناس تانيين هيفيدوني مثلا، يعني افضي الفولوينج ليست بتاعتي، فبقيت بستفيد وفي نفس الوقت بسكرول وبفضي عقلي عادي جدا، بعمل الحاجه اللي انا عايزها بس بستفيد بدون مجهود، حاجه لذيذه قوي. انا حابه انوه ان وقتنا هو الحاجه اللي مش هنقدر نعوضها تاني، وقتنا هو الحاجه اللي احنا لو ما استغلناهاش فعلا هنكون ضيعنا عليها عمرنا. فاستغل وقتك قوي واستغله في حاجات صح مفيده تستثمرها لبعدين. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي النهارده، وما تنسوش تتابعوني على انستجرام، اللينك في الديسكربشن. باي، انتظروا ان شاء الله فيديو السبت الجاي.